السلام عليكم. اليوم ان شاء الله نتقاسم معكم طريقه ديال تحضير حلوه الريشبوند الغنيه عن التعريف كل تيحماق عليها الكبير والصغير. اليوم ان شاء الله غنعطيكم الوصفه بكل الاسرار ديالها اللي غتعتمدوها دائما ما غتبقاش تخطاكم. غندوزو ان شاء الله مع المقادير. غنحتاجو في المقادير 4 ديال الزبده، 2 كيسان ديال الزيت، 2 كيسان ديال السكر سنيده، 2 ديال الخمارات، 4 البيضات وقبصه ديال الملح. بالنسبه للتفريط غنحتاجو الكوك، غنحتاجو المزهر، وغادي نحتاجو الكونفيتير اللي كيكون من نوعيه جيده ماشي ديال الحلويات. المهم هادشي اللي غادي نحتاجو في المقادير. غندوزو اول حاجه غنخدموا هذيك الزبده مزيان مع السكر سنيده حتى كيذوبوا مزيان، نخدموهم يشوليو على شكل بوماد. عاد كندوزو نضيفوا ليهم البيض. ضروري من هذه المرحله هذه دائما في الحلويات خدموا الزبده مع السكر، لان فاش تيبقى داك السكر هكا خشن وتيبقى ما دايبش هو اللي تيخرج لنا بعض المرات هكا ما كتصدقش معنا الحلوى. هذا هو السر، حتى هو من اسرار النجاح ديال الحلوى. المهم كنخدموهم مزيان. من بعد ضفت 4 ديال البيضات، غنخدموهم حتى هما مزيان مع هذاك الزبده والسكر حتى يندمجوا. عاد غندوزو ونضيفوا باقي المكونات. بالنسبه للمقادير انا هنايا راني مذوبلاهم، ممكن ديروا غير نصف الكميه. هاد المقادير راه حطوا لي تقريبا واحد الكميه اللي كبيره، ممكن نتوما ديروا غير نصف الكميه، راه كتحط تقريبا واحد القياس اللي لا باس به. صافي كيما شفتوا هنايا خدمت البيض مع الزبده مزيان حتى ولاو على شكل كريمه. غادي ندوزو نضيفوا الزيت اللي 2 كيسان، كنخلطوهم مزيان حتى كيندمجوا، وكندوزو نضيفوا الدقيق. نبقاو كنضيفوا في الدقيق تدريجيا حتى كتجمع لنا العجين. وبطبيعه الحال كنضيفوا 2 ديال الخمارات. صافي هنا كما قلت لكم كنضيفوا الدقيق بشويه بشويه حتى كيتجمع معنا العجين. ما كندلكوش، كنجمعوا غير باطراف الاصابع. هذا حتى هو سر من اسرار ديال الحلويات، ان العجينه ديال الحلوى ما تتدلكش. دائما تنجمعوها حتى كتولي لنا على هذا الشكل باش كتعرفوا الحلوى ناجحه او العجينه ناجحه. كتكون هكا مشقه كما تيبان لكم في الصوره. وغادي ندوزو نكوروها، نديرو كويورات صغيورين حيت مازال غادي نشدو دوك الكويورات غنلصقوهم مع بعضهم باش هكا ما تجيناش الحلوه كبيره. كنديرو غير صغيورين صافي. وتنديرو واحد الطاوه اللي تتكون ملبسه بورق الطبخ او مدهونه، وكنحطوا فيها دوك الكويورات. انا هنا درت هذه اللي تكيتها بالصبع ديالي، درت 2 الاشكال من هاد ريشبوند. هذه درت اللي غادي نلصقها مع بعضها، ودرت هاد اللي غندير فيها الكونفيتير نعمرها بالكونفيتير. كندخلوها للفران، كنشعلوا ليها من التحت عافيه متوسطه حتى كتحمر مزيان. صافي وكنخرجوها كنديروا لها واحد شويه نشعلوا لها من الفوق غير واحد تقريبا ثواني معدوده، وكنحيدوها ما كنحمروهاش باش هكا تجي داك اللون ديال الريشبوند بحال بياض الثلج كيجي بيض هكا حسن. صافي هنا السر ديال اسرار الكونفيتير كنشوفوا النوعيه الجيده ماشي ديال الحلويات. واخا تيكونوا فيه دوك الطريفات كنطحنوه في المولينيكا حتى كيتطحن مزيان مزيان. عاد كندوزو كنضيفوا ليه هنايا المزهر تقريبا قرعه ديال هنايا القياس اللي احتاجيت، قرعه كبيره ديال الكونفيتير ديال 500 غرام مع نص كاس ديال المزهر. وهنا درت واحد شويه ديال الجليكوز هكا باش يبقى داك الكونفيتير قابط في الحلوى. كيبقى اختياري، الا ما كانش متوفر عندكم ماشي ضروري، انا غير ضفتو وصافي. هنا كندوزو كنديروا كنخليو داك الكونفيتير مع هذاك المزهر في كاسرونه غير كتمجي طالعه فيه الغليه، وكنحيدو من فوق البوطه. كندوزو الا كانت الحلوى بارده نديروها في الكونفيتير هو سخون. الا كانت الحلوى سخونه كنديرو في داك لاصوص ديال الكونفيتير وهي بارده. المهم واحد فيهم يكون بارد. صافي كنديروها كنخليو ديك الحلوى واحد شويه غير تشرب. ضروري نخلي واحد شويه تشرب مزيان هذاك الكونفيتير. عاد كندوزو نفندوها في الكوك. دائما الكوك تختاروا لنا الكوك اللي تيكون نوعيه جيده. كتمشيو كتاخذوا واحد شويه من الكوك كدوزو على صباعكم لا خرج لكم ديك الماده الدهنيه ديالو عرفوه راه نوعيه جيده. كان ناشف وحرش عرفوا ان راه مزوينش. صافي كندوزو نعمروا هذوك بالكونفيتير، وهادوك كنفندوهم في الكوك. وكان هذا هو الشكل النهائي ديال هاد الريشبوند. انا متاكده الا جربتوا هاد الطريقه وهاد المقادير وبالكونفيتير اللي قلت لكم يعني ما يكونش الحلويات ما كيعطيش المذاق للريشبوند واحد المذاق زوين، ما غتعتمدوا هاد الوصفه هذه وغتبقى عندكم دائما، لانها تجي تذوب في الفم وتيجي داك المذاق الكونفيتير طالق في الحلوى كيجيو لذاذين بزاف بزاف. كان هذا هو لا فيديو. الا عجبكم لا فيديو ما تنسونيش من لايك والتعليق والبارطاج.